خلال سني حكم الحسن الثاني للمغرب جرت عدة محاولات للانقلاب عليه. انقلاب صخيرات عام 1971 كان واحدا من أخطر هذه المحاولات. خطط الانقلاب صخيرات اثنان، أولهما هو الجنرال محمد المذبوح. المذبوح كان إنسانا نزيها، هذا لا يمكن أن يجادل في أي مجادل. كان يعيش في الثكنة، ينام على الموسيقى العسكرية ويستفيق على الموسيقى العسكرية، ويكتفي بسيارة بسيطة جدا. لم يكن من الناس الذين يعني تلهيهم مباهج الحياة الدنيا. أما المخطط الثاني وربما الأهم لانقلاب صخيرات فهو العقيد محمد عبابو، الذي رغم كونه أصغر سنا من أخيه المشارك في محاولة الانقلاب محمد، إلا أنه كان هو صاحب الشخصية القوية والمحركة للجموع. كانت لديه كاريزما كبيرة عند الجنود، كانوا يحبون حبا جنونيا وعلى كل يقدسون، وهو شعبي ويتعامل مع الجميع. كانت له خبرة كبيرة جدا، وكانوا يعرفوا بالصرامة وبالشجاعة وبالذكاء. الكل كان يرشحه بأن يعني سيكون في يوم ما وزير للدفاع، ما في ذلك شك. أما منفذو الانقلاب فأتوا جميعا من مدرسة عسكرية واحدة كان يديرها العقيد محمد عبابو، مدرسة عسكرية اسمها إهرمومو. الجنود والضباط الذين شاركوا في محاولة انقلاب صخيرات كانت أغلبيتهم ساحقة من مدرسة هرمومو، وكانت هي أحسن مدرسة من ناحية التدريب. تميزت كثيرا لما جاء إليها العقيد الراحل محمد عبابو كمدير، يعني أنه يعني أعطاها مسارا آخر، ويعني توهجت كثيرا منذ مجيئه. الأجانب كانوا يزورون المدرسة بوفود كانت تتوافد على المدرسة لاكتساب خبرة ومقارنة ما يوجد ببلدانهم آنذاك، وكانوا يصطحبون معهم حتى تلك المقررات التي كانت من إنتاج ومن إصدار قائدها الرائد العقيد محمد عبابو. اختار مخطط الانقلاب العقيد محمد عبابو والجنرال محمد المذبوح 10 من يوليو تموز ليكون هو يوم الانقلاب، ليقينهما أن الملك الحسن الثاني وحاشيته سينشغلون في ذلك اليوم مع ما يزيد عن 1000 ضيف. واختير التاريخ أي 10 يوليو تموز 1971. لماذا؟ لأن كان عيد ميلاد الحسن الثاني الذي كان قد وصل 42 سنة في عمره، وهم يعلمون أن الحسن الثاني ينشغل بهذه الأمور كثيرا. قبل يوم الانقلاب لاحظ التلاميذ العسكريون أمورا غير معهودة بالنسبة لهم في مدرستهم العسكرية إهرمومو. أعطيت لنا أسبوع لإجازة لمن أحب أن يلتحق بأهله أو ذويه ويعود. عدنا إلى المدرسة يوم 3 يوليوز، وجدنا فوجا آخر. وجدنا هناك يعني شاحنات لم نعهد عليها. في المدرسة لم تكن لدينا شاحنات، كانت شاحنة أو 2 لأغراض أخرى، أما 25 شاحنة بسواقين يعني كما وصلت المدرسة العسكرية مجموعة من الأسلحة الأمريكية فيها الرشاشات ومضادات الطائرات. وفي اليوم السابق ليوم الانقلاب اجتمع مدير المدرسة العسكرية العقيد محمد عبابو بكوادر المدرسة. محمد عبابو وبحضور أخيه محمد عبابو قام بنوع من الخطاب السياسي المبهم، خطاب كله الغاز وكله غموض، حين قال بأننا سنقوم غدا بمناورة كان من الممكن أن تقوم بها وحدة من أحسن الوحدات في الجيش، ولكني أنا تدخلت وأقنعت الجنرالات لكي
يرجع الشرف إلى مدرستنا. غدا سيكون لنا موعد مع التاريخ. راجت إشاعة هناك مناورة ببن سليمان، هناك مناورة ببن سليمان. هذه هي الإشاعة التي عمت في صفوف الجنود وفي صفوف الطلبة وفي صفوف الضباط. الإشاعة التي راجت بين ما يزيد عن 1000 تلميذ عسكري هي أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ مناورات عسكرية في منطقة بن سليمان. قال لي رئيس الدراسة، قال لي سوف تذهب، لكن فوجئت في الليلة التي أتت الشاحنات. أتى عندي نائبه وقال لي ستذهب معنا. ماذا أقول؟ ليس لي الأمر، هذا أمر عسكري، والأمر العسكري ليس فيه نزاع. أخذت البدلة العسكرية والرشاش، وقيل لي في الثانية صباحا تكون هناك. استيقظنا في الثانية ليلا، تناولنا فطورنا كالعادة من قهوة وشوكولات وخبز. صعدنا إلى الشاحنات ومكثنا بعض الوقت ولم نخرج حتى الساعة 4. هناك من نام يتم نومه هناك من يسامر صديقه، هناك من يلعب الورق، هناك من يدخن، ونحن لا نعلم أين نحن ذاهبون، مسلحون مدججون بمؤونة 48 ساعة على شأن أننا سنذهب إلى بن سليمان لإجراء مناورة، الشيء الذي لم يحدث. وفي طريقهم تتوقف القافلة العسكرية المحملة بتلاميذ مدرسة إهرمومو في منطقة تسمى بقنادل. وصلنا بقنادل، وقفنا تلك البرهة من الزمن لأخذ قسط من الراحة. قدمت سيارات بأناس لا نعرفهم، منهم ضباط في الجيش، منهم ضباط في الأمن، بزي مدني إلى آخره. التقى عبابو بهؤلاء وأمر رؤساء ديال الكوموندوهات باش يلتحقوا به، وبقوا يتحدثون فيما بينهم وهو يرسم بقطيب من بعض الأشجار ويرسم في الأرض. نحن لا ندري ماذا يخطط ولا ماذا يفعل. قال بأن سنتوجه إلى الصخيرات لمحاصرة بعض العناصر الخطيرة. إذا وجدتم صمودا ضعوا الأجانب على حدة وعاملهم معاملة حسنة، والآخرون إذا وجدتم منهم صدودا فأطلقوا النار. أنتم ضباط وعليكم أن تفهموا. استبدلوا ملابسهم المدنية بالعسكرية، وأخذوا الأسلحة وأخذوا الرصاص والقنابل اليدوية إلى غير ذلك، وانطلقوا مع القافلة. قبل الانطلاق من بقنادل أعلم محمد عبابو بعض القادة أن وجهتهم هي قصر الصخيرات، أما الباقون فقد أخفيت عنهم الوجهة الحقيقية. دخلنا سلا، خرجنا من سلا، دخلنا الرباط، خرجنا من الرباط، أين؟ إلى بن سليمان. هذه الفكرة التي كان يحملها لا ضابط ولا ضابط صف ولا تلميذ، وهي مناورة في بن سليمان. وكانت الطريق توحي على أساس أننا نحن قادمين إلى مدينة بن سليمان، لأن هذا هو الطريق. تفاجأ الطلبة حين خرجت القافلة العسكرية عن مسارها إلى بن سليمان ودخلت في طريق قصر صخيرات. لما وصلنا انقسمت القافلة إلى قسمين. القافلة الأولى دخلت من جهة الشمال، والقافلة الثانية دخلت من جهة الجنوب. طوقنا القصر البحر، ضربوا وحنا من هنا تنضربوا، وحنا تنسمعوا الرصاص امامنا، هما تيسمعوا الرصاص. دخلوا من الباب الشمالي وعرجوا على القصر، يعني التقينا نحن في نقطة واحدة. قبل أن ننزل من الشاحنة وجدنا فوضى عارمة. ما هذا؟ الرصاص يتكلم في كل الجهات،
الناس تجري، الرصاص يطلق فوقنا. لم يعد هنالك لا قائد ولا وزير ولا سائق ولا طباخ، الكل كانوا سواسية. وقعت الفوضى ولم يبقى لا رئيس ولا مرؤوس. اللهم السجناء رافعين أيديهم والشمس فوق رؤوسهم وفوق رؤوسنا نحن كذلك. العقل صراحة توقف نهائيا، لأن لعلعة الرصاص، الموتى، أوامر تعطى يمينا وشمالا، الكل يجري. القاعدة العسكرية إذا كان الرصاص يجب أن تنبطح على بطنك. أمرت فرقتي بالانبطاح، بطحنا لأن الرصاص كثير. من يضرب الرصاص؟ لا أدري. الرصاص من جملتهم أحد الأصدقاء ديالي خاف على الناس كانوا موجودين في الشاطئ مدنيين يسبحون، خاف أن يقوسهم الرصاص، فطلب من التلاميذ أن يرفعوا الرشاش في الهواء كي لا يصيب الناس أمامهم. لما رفع يده ليقول ارفعوا الرشاش اخترقت يده رصاصة. لما شفت الدم لم أشعر حتى مات، لم أشعر، كنت خائف، ولكن لما رأيت الدم ذهب الخوف. وقفت فإذا برصاصة تأتيني في الرأس، إلا أنها كانت محاذية، ضربت في غطاء الرأس وانطلقت لأنه كان حديدي. وجدت هناك أشياء لا يتخيل العقل، أطباق، مأكولات، وجثة مسبح. يعني أول مرة ألج قصرا كنت أجري هكذا كالمعتوه. كان بجانبي رجل من حراس القصر من المظليين، فكان يجري بقربي ويقول بأن الملك في خطر. لو انتبه لي وعرفني بأنني أنا من الانقلابيين ربما لأخذت نصيبي فكنت أجري معه ونقول بأن الملك في خطر. رئيسك يقول انتبهوا سيدنا في خطر، احموا سيدنا الملك. الذي فهمته ربما هناك عصابة تريد أن تقتل الملك. لم أكن أعلم أنني أنا العصابة وليس الغير. كان الانقلاب في أوجه، لكن ظهرت بوادر عدم الرضا على أحد قطبي الانقلاب، الجنرال محمد المذبوح. من غرائب الصدف أنني وجدت نفسي وجهه لوجه مع الجنرال المذبوح. هيئته كانت توحي بأنه إنسان لم يعد يتحكم في الأمور، فقد السيطرة وكان شاردا، يعني وكان يبدو أنه في حيرة من أمره. كان هناك انقلاب داخل الانقلاب إذا شئتم، هو بين المذبوح وعبابه. المذبوح كان لا يريد قتل الحسن الثاني، بينما عبابه كان مستعد أن يقتل الحسن الثاني. المذبوح كان قلقا، كان غاضبا، قال أنا لم آمر بهذه العمل، أنا لم آمر بهذا. الآخر قال له أين يوجد الملك؟ قالوا يوجد في مكان آمن، هيا لنراه ونكون أنا وأنت. لا يمكنني أن أذهب عنده بدون ضباطي. قال لا سنرى أنا وأنت. قالوا هل تنازل؟ قالوا التنازل يوجد هنا في جيبي، تنازل يوجد في جيبي وهيا لنرى. قال لن أن أذهب بدون ضباطي. سمح طلقات ولكن لم أرى ماذا جرى بالضبط، وهنا كثير من نقاط الاستفهام. سقط المذبوح، عبابه لما رأى المذبوح مدرجا بدمائه وقد صفي، يعني وقف ينظر إليه نظرة طويلة وهز كتفيه
واستكمل مهمته. لا أقول عبابه، وأستبعد كثيرا أن يكون عبابه هو من طلق الرصاص. سقط المذبوح قتيلا، فبدأت نوع من الفوضى، وبدأ إطلاق النار عن غير هدى، فقتل كثير من الناس المدنيين الذين لم يكونوا مستهدفين من طرف الانقلابيين. شاهدت الأفواج المدعوين يخرجون، الكل يهرب من كل جانب. من بعد سمعت عبابه يقول اصعدوا إلى الشاحنات، اصعدوا إلى الشاحنات. استبقينا الشاحنة وذهبنا إلى الرباط. بعد مقتل الجنرال محمد المذبوح، أمر محمد عبابو جنوده التلاميذ وأساتذتهم بالذهاب إلى العاصمة الرباط. المذبوح هو الذي كان يعرف مجريات الأمور داخل القصر، فظن عبابو أن ربما الحسن الثاني بتآمر مع مذبوح ربما أنه بالرباط، فقال أرجع للرباط لأتحكم في النقاط الاستراتيجية في الرباط وبإيداعه. وجدت راسي داخل وزارة الداخلية، لم تكن مقاومة بتاتا. جمعوا الناس في ساحة هناك للداخلية، أخرجوا الناس من المكاتب، أنزلوهم. ماذا يجري لا تدري. موقع آخر أمر محمد عبابو رجاله بالسيطرة عليه هو الإذاعة الرسمية المغربية في شارع أو زنقة البريهي. وصلنا إلى زنقة البريهي، أراد أن يدخل عبابو، فوجد هناك اليوتنان نقيب كان عندنا في المدرسة العسكرية، كان هو المكلف بعملية التدريب على السلاح. الملازم الذي كان معنا قبل سنة في مدرسا في آرمومو قال له عبابو يعني تنحى من طريقي، ولكن الملازم بقي صامدا وقال له سعادة العقيد أنت تعرف الأوامر العسكرية، أنا هنا لأحرس الإذاعة. وأطلق عليه عبابو الرصاص وأرضاه قتيلا. سقط على التو، ورجعنا نحن إلى الوراء نختبئ بالحائط. بقينا على هذاك الحال حتى هدأت الأوضاع. كذلك سارع محمد عبابو لفرض سيطرته على مركز القيادة العليا. فذهبنا إلى القيادة العليا، هنا وجدنا مقاومة. العسكر أخذوا جانب من الحائط وأشهروا مسدساتهم في وجهنا، حتى تكلم معهم عبابو قال لهم لم آتي هنا لقتالكم، حتى أنا لدي أولاد الله يعلم بهم، أنا أتيت إلى هنا لكي نعلم من يحكم هذا البلد. فأنزلوا الرشاشات واستسلموا للأمر. الجنرال البوهاني ذهب إلى ثكنة اللواء الخفيف للأمن وجاء بوحدة وجاء بها إلى القيادة العليا. وقع صدام بينه وبين عبابو، وفي نفس الثانية أو الجزء الثانية اللي قرر كل واحد من إطلاق النار على الآخر أطلقوا النار في نفس اللحظة. سقط جنرال بوهاني قتيلا، بينما عبابو سقط يتدرج بدمائه، وكان جرحه بالغا. وقيل أنه طبعا طلب من المساعد الأول عملاق، كان هناك عملاق في الجيش يسمى عقا، وكان مرافقه أينما حل وارتحل، قال له عقا أعطيك آخر أمر أطلق عليه النار. طلب منه وهو يعني يتوسل إليه أن يقتله، فما كان من عقا بعد تردد إلا أن أطلق الرصاص على صديقه عبابو ففجر دماغه، وكانت هذه هي نهاية الانقلاب. طبعا الرصاصة التي أنهت حياة محمد عبابو كانت هي الرصاصة التي أعلنت فشل انقلاب صخرات. أتت سيارة نزل منها رجلين، لما فتح الباب
نظرت تحت الكرسي رشاش، تكلم معي قال لي هل أنت مسؤول هنا؟ قلت له نعم. قال لي هل تعلمون ماذا فعلتم؟ قلت له لا، ماذا فعلنا؟ سيدنا في خطر. فإذا بمذياع عندهم في السيارة اسمه يقول انقلاب انقلاب. هنا تحطم كل شيء. انقلاب معناه الإعدام. هزيت السلاح ورميت به وانبطحت. اتبعوني كلكم. وكان هناك بوق ويقول أنا لو كوموندان بويا، أنتم تعرفونني، انزلوا سلموا أنفسكم لقد غرر بكم عبابه. فأصيبنا بالدور. أما الحسن الثاني فقد نجا وخرج من مخبئه في قصر صخيرات ليلتقي ببعض تلاميذ مدرسة إهرموم العسكرية. وجدته بزاوية من القصر متكئا على الحائط، وأمامه 3 جنود بأسلحتهم ولكن يحاورونه. ولما وقفت أنا في تلك اللحظة أديت له التحية بالرشاش وقبلت يده وقلت، ووقفت عند كلامه للأصدقاء وللزملاء. هذا الشيء وليداتي ما كاينش، قراو معايا سورة فحل. يعني هذا يعني حوار سبق لم أحضر. يعني سألهم ماذا فعلتم؟ فقالوا له نحن أتينا لحمايتك، سمعنا بأنك في خطر. فقال لنا اقرأوا معي سورة الفاتحة. يعني أن الله أذهب عنا الحزن، وأني الآن من جديد مليك المغرب، ولا يمكن أن تتلقوا أوامر إلا مني، بينما كانوا هم يمكن أن يكونوا من الانقلابيين. هذا ما قلت أنه شجاعة وجرأة وسرعة البديهية. نتج عن محاولة الانقلاب مقتل العديدين والحكم على الناجين من الجنرالات المتعاونين والتلاميذ الناجين أحكاما تتراوح بين الإعدام والسجن والبراءة الملطخة بالذنب والفشل.